بالآونة الأخيرة صار تفسير تصريف الأعمال غب الطلب. رح نحكي بحلقتنا اليوم ملخص صغير عن المعنى الضيق لتصريف الأعمال بحلقة حكومة 101 بدءاً بالدستور اللبناني. أولاً نصت الفقرة 2 من المادة 64 على أن الحكومة ما بتمارس صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. ثانياً نصت المادة 17 من الدستور على أن تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو بيتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور. ومن هون يعني العطف حتماً إلى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق بس تكون الحكومة مستقيلة أو معتبرة مستقيلة أو غير حائزة بعد على ثقة مجلس النواب. ثالثاً نوصل للمادة 65 من الدستور يلي بتعيد النص بمقدمتها على أن تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. إضافة لذلك بتشير هيدي المادة صراحة بفقرتها الخامسة إلى ما اسماه بالمواضيع الأساسية ويلي بيحتاج إقرارها لأكترية موصوفة ومؤلفة على الأقل من تلتي عدد أعضاء الحكومة المحدد بمرسوم تشكيلها، ويلي تعمدت تعداد هيدي المواضيع يلي تعتبر أساسية بصورة حصرية وعددها 14 موضوع، ومنها تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، حل مجلس النواب وإقرار قانون الانتخابات وقانون الجنسية وإقالة الوزراء وغيرهم. هلأ لتحديد مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لابد من الركون للآراء الاستشارية. منبلش بالرأي الأول، صدر عن هيئة التشريع والاستشارات بتاريخ 18/4/2005 تحت رقم 265 على 2005 بظل الحكومة المعتبرة مستقيلة برئاسة نجيب مئاتي بفعل بدء ولاية مجلس النواب، أي على ما هو الوضع الراهن هلأ حالياً. وهون ركزوا معنا عن مدى جواز انعقاد مجلس النواب بعقد استثنائي بظل حكومة مستقيلة بيكون موضوعه الاشتراع ومصير مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بالقرار المبدئي الشهير والمحصور موضوعه بانتخاب اللجان النيابية. لا شك أنه لا مفر من وجود سلطة مناط بها تأمين استمرارية الحياة الوطنية وديمومتها بين تاريخ استقالة الحكومة وتاريخ تأليف الحكومة الجديدة، فتسمى الولاية الاستثنائية للحكومة المستقيلة أو المعتبرة كذلك مسندة فقط إلى مرتكز تأمين مقتضيات الدولة الضرورية. هذا المبدأ العام الاجتهادي الفرنسي قد جرى وتم تكريسه كتابة بنص دستوري بلبنان، وهو المادة 69 من الدستور يلي اعتبرت مجلس النواب منعقدا حكما بدورة استثنائية، حيث خلص الرأي إلى أن مجلس النواب بيبقى محتفظا بكامل صلاحياته للتشريع بمجرد انعقاده حكما وفقا لما سبق، وذلك منعا لأي فراغ. بالتالي وأمام هذا الواقع أقر مجلس النواب قوانين هامة بظل حكومات تصريف أعمال، ومنها على سبيل المثال حكومتين برئاسة نجيب مئاتي المعتبرتين مستقيلتين وفي وضعنا الراهن هيدا، حيث تم إقرار قوانين مهمة لعل أبرزها قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2022. أما الرأي الثاني فصدر عن الهيئة نفسها بتاريخ 24/9/2009 بمعرض طلب وزير العدل بحين الرأي بمدى قانونية إصداره بفترة تصريف الأعمال، قرار بيلغي قرار اتخذه سابقا لأسباب مسلكية. فأتى الرأي بجواز اتخاذ الوزير تدبيره هيدا كونه بيدخل بنطاق الأعمال الجارية والعادية لوزراء حكومة تصريف الأعمال. أما الرأي الثالث فصدر كمان عن نفس الهيئة بتاريخ 17/2/2021 بمعرض طلب وزير الخارجية والمغتربين بحينه الرأي بإمكانية إصدار أي مرسوم تعديلي للمرسوم الرقم 6433 المتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بظل حكومة تصريف الأعمال. فأتى الرأي يجوز بذلك في حال رأت حكومة التصريف ضرورة لتعديل هذا المرسوم ويستوجب عجلة
ماسة باتخاذ قرار فوري بشأنه، وأنه ينبغي على مجلس الوزراء أن يجتمع بهيئة تصريف أعمال وفقا للمادة 64 من الدستور ليقرر أو عدم توافر حالة الضرورة بالمسألة الراهنة. فإذا 3 أنواع من الأعمال قد تطرح أمام الحكومة المستقيلة. 1. الأعمال العادية بطبيعتها، يعني الأعمال اليومية يلي بتعدها الدوائر التابعة للوزير ويلي بيكتفي الوزير عادة بتوقيعها لتسيير الأمور اليومية. 2. الأعمال المهمة يلي يمكن أن تقوم بها حكومة مستقلة بحال العجلة تحت رقابة القضاء الإداري وإشرافه. 3. الأعمال التنظيمية، أي المراسيم غير الفردية يلي بترمي لتنفيذ قوانين ويلي حتما بتخرج عن ولاية الحكومة المستقلة. يعني بالمحصلة ما بيحق للحكومة المستقيلة أنه تتخذ قرارات بالقضايا المهمة إلا بحالتين: العجلة والضرورة. شو يعني عجلة وضرورة؟ كرمال نقدر نجاوب على هذا السؤال منعود لقرار مجلس شورى الدولة بالعام 1969. ضرورة يعني تبرر التدابير يلي بتفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي. عجلة يعني تدبير بالحالات يلي فيها مهل قانونية بينجم عن مرور إسقاط أو إبطال لحقوق عامة أو خاصة مكرسة بالقانون. ختاماً، وأمام كل هيدي الحيثيات القانونية يلي سبق وعرضناها وفسرناها، على أي أساس انعقدت أول جلسة للحكومة المعتبرة مستقيلة؟ شو كان عنصر العجلة فيها؟ منتذكر منيح قرار حكومة الرئيس تمام سلام إنه 24 وزير لازم يوافقوا على كل قرار وعلى كل انعقاد للجلسة. كيف مننسى توقيعين لنجيب مئاتي؟ هل هدفه مئاتي يلغي طائفة بكاملها؟